السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا شباب؟ الفيديو ده فيديو سريع كده للناس اللي سألتني إزاي تقدر تذاكر في الكلية يعني، وإيه هي أحسن طريقة في حفظ المواد اللي عندنا في الكلية أو عامةً أي كلية طبية. الحقيقة أنا من الناس اللي ما بتحبش الحفظ نهائي، أنا باكره حاجة اسمها الحفظ. وجربت أساليب المذاكرة كتيرة جدًا، بس دي كانت أكتر طريقة نفعتني في مواد زي الmedicinal chemistry ومواد زي الpharmacotherapy. فلا يعني أتمنى يكون الفيديو ده يعني يفيد حد منكم. هي الطريقة كلّها بتبقى معتمدة على حاجة اسمها القراءة المتباعدة. يعني إيه كلمة القراءة المتباعدة؟ هي الفكرة كلّها إن أنا كنت باحضر المحاضرات كلّها، فكنت بافهم المحاضرة كويس، بانزل أفهم المحاضرة، جميل. لو حتى الinstructor أو المحاضر يعني كان بيقرأ حتى، يعني ما كانش بيفهّمنا المعلومة، ممكن حتى إن أنا أقعد مع نفسي كده في المحاضرة بافهم الslide بتتكلم عن إيه، وأبقى فاهم الكلام، ولو في حاجة أنا مش فاهمها باسأله عليها وقُضي الأمر على ذلك. المهم إن أنا أبقى طالع من المحاضرة فاهم جزء كبير منها. طيب باجي أعمل إيه، بارجع البيت باقوم قارئ المحاضرة، حلو. يبقى أنا خلّصت المحاضرة، رجعت البيت قرأت المحاضرة. طيب ده كده أول يوم. تاني يوم اللي هو الصبح بتاع تاني يوم، باقرأ المحاضرة دي تاني، كده أنا قرأتها مرتين. طيب بعد كده آخر الأسبوع بيبقى في اللي هي حتّة المراجعة، باقرأها، بس أنا كلمة باقرأها اللي هو باقرأها بجد، أنا ما باحفظش، اللي هو باقرأ بس باقرأ بتركيز، باقرأ بفهم، إن أنا فاهم كل كلمة في الصفحة دي معناها إيه، فاهم إن المعلومة دي مرتبطة مثلًا بالمعلومة اللي في آخر الصفحة وهكذا، ده اسمه القراءة اللي بفهم، جميل. يبقى أنا كده لحد آخر الأسبوع اللي هي بتاعة المراجعة، كده أنا قرأت المحاضرة دي 3 مرات، وباقرأها للمرّة الرابعة قبل ما أوصل للمحاضرة الجديدة من الأسبوع الجديد. كده أنا قرأت المحاضرة الواحدة قرأتها 4 مرات. المحاضرة هتلاقي نفْسك إنك أنت في أول مرّة قرأتها مثلًا في ساعة، تاني مرّة قرأتها في نُص ساعة، تالت مرّة في ربع ساعة، رابع مرّة في 10 دقايق، والدنيا بتبدأ تسرع معاك، جميل. وباكرر الكلام ده كله مع المحاضرات التوالي يعني، مع المحاضرة التانية والتالتة وهكذا إلى نهاية الترم. وبعد كده في النُص بتلاقيني أقوم جامع ما بين المحاضرة الأولى والتانية، قارئهم مع بعض وفاهمهم. تيجي بقى على أسابيع الامتحان بتاعة الmid term مثلًا، تيجي بقى عايز تحفظ، جميل. ما هو أنت مش هتعتمد على القراءة بس، عايز تحفظ، فتلاقي نفْسك وأنت قاعد بتسمّع، هتلاقي نفْسك إنك أنت قرأت المحاضرة مرّة و2 و3 و4 وكمان ال5 مع التكرار مع اللي هو الإعادة والدمج ما بين المحاضرات، فتيجي تحفظ فتلاقي الموضوع سهل معاك جدًا، جدًا، جدًا. فأسلوب القراءة المتباعد إنك أنت كل فترة بتقرأ المحاضرة، ده أصلًا بيدخّل المعلومة بدل ما هي في الذاكرة المؤقتة تدخل للذاكرة الدائمة، جميل، أو طويلة المدى، جميل. ف مت